صباح يا حلوين، شو اخباركم؟ شو مسوين؟ فيديو اليوم راح اتكلم عن طريقة كيف تسوين تنت في البيت. طريقة سهلة مرة. طبعا الان الساعة 5 الفجر، فكنت بسوي قلت يلا مرة واحدة اسوي الفيديو وتشوفون كيف الطريقة. طبعا هو المكونات جدا سهلة، اللي عندك اهم شيء، اهم مكون في التنت اللي هو هذا الاحمر، تشوفون اللي هو دم الغزال، او له اسم ثاني اللي هو العكر الفاسي. طبعا المكونات اللي هو جل، هذا الكوري عرفتوه الأخضر، أو إذا عندك جل طبيعي كيفك، والدم الغزال وزيت. أنا عندي زيت اللوز، والعلبة هذه راح أحطها فيها. أنت طبعا استخدمي أي علبة عندك، وبرضو الزيت استخدمي أي زيت عندك. يلا نبدأ الآن وتشوفون الطريقة كيف. أول شي حطيت اللي هو دم الغزال أو العكر الفاسي. طبعا هذا يكون على طول لونه أحمر، فحطيت كمية تقريبا بسيطة، الكمية على حسب الإحمرار اللي أنت تبغينه. أوكي، فالآن راح أحط المواد السائلة. الآن حطيت المواد السائلة اللي هو الجل والزيت، راح أسوي ميكس وتشوفون كيف يطلع لونه. هذا شوفوا سويت ميكس، طلع لونه كأنه على كذا شوي أورنج. ترى أنا أحب التنت إذا كان مو مايل للأحمر مايل للأورنج، فراح أكثر شوي شو اسمه دم الغزال شوي، فنشوف كيف يطلع لونه. هنا في التصوير طالع لونه كأنه أورنج، بس للأمانة لونه أحمر. عرفت الأحمر اللي يجيكم مو على الغامق، على الفاتح زي كذا. طبعا أنا اللي عندي يمكن يستغربون كثير من شكله اللي هو العكر الفاسي، لأنه يقول طلبته من موقع يقول هذا الأصلي يجي شكله زي كذا. وفي عندك البودرة، هذا لا شكله زي كذا كأنه قطع صغيرة، تشوفون كأن في قطع، بس لونه للأمانة أحمر الحلو. فالحين أبى أحطه بهذه العلبة. أوكي، وتشوفون شوفوا كيف لونه طالع. طبعا اللي فوق ما حركته عشان بس تشوفون كيف قوامه. هنا لونه تشوفون، عرفت الأحمر ذا. ترى مع التصوير طالع شوي خفيف، بس لو تشوفونه على الواقع لا، مرة يجنن. شوفوا كيف اللمعة، مرة يجنن يا بنات. أنصحكم تجربون الطريقة دي. طبعا هنا باقي شوي لأن العلبة صغيرة، فهذا راح استخدمه يمكن ما أدري، ممكن أحطه على كريم للجسم، أو بحطه بسكرب، أخليه سكرب شفايف. مرة بنات عجبتني العلبة، أحسها مرة عملية. طبعا استخداماته كثيرة، في بنات يحطونه على المفاصل، عرفت اللي هنا كذا يحطونه، وبلاشر يستخدمونه أوقات، يستخدمونه طبعا غير الشفايف. في وحدة مرة شفتها تحط ظل، طلع يجنن. فمرة حلوة الخلطة، أنصحكم فيها أحسن مما تشترون. شوفوا هذا اللون يطلع على الشفايف، حطيت بس شوي، ما أقدر أوضح لكم أكثر. شوفوا مرة طبيعي.